صباح الخير. يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو النهاردة حابة اشارك معاكم صينية الرقاق الجميلة دي. وطبعا الرقاق من اهم الاكلات المصرية اللي بنعتمد عليها كلنا في العزومات والمناسبات والاعياد واول يوم رمضان كمان. فبما ان رمضان قرب، كل سنة وانتوا طيبين. فهنلاقي طبعا الرقاق من الاطباق الاساسية على سفرتنا. النهاردة بقى هنعمله ب3 مكونات بس. محتاجين بقى شوربة، ومحتاجين نص كيلو من الرقاق، ومحتاجين كمان لحمة مع الصجر. مش هطول عليكم، يلا بينا. اول حاجة معانا معلقة سمنة. تاني حاجة معايا 4 طماطمات معصورين وصفتهم من القشر ومن البذر. بعد كده معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وتقدروا تقللوا او تكتروا الكمية برضو، دي حسب رغبتكم. معايا كمان بصلتين متقطعين عادي خالص، مربعات صغيرة. اما بقى التوابل، معايا هنا ملح وفلفل وربع معلقة قرفة، وربع معلقة من الحبهان المطحون، وربع معلقة من جوز الطيب. واول خطوة بعملها بعد كده هي تحضير اللحمة المتعصجة اللي هنحشي بيها صينية الرقاق. ببدأ ارفع البصل على النار على معلقة السمنة واقلب فيه لغاية لما البصل يصفر ويبدأ يدبل. بعد كده بنزل عليه باللحمة المفرومة، واول لما اللحمة بتنزل كده على تاخد الصدمة على البصل، ببدأ بقى من كل الاتجاهات اقلبها واحدة واحدة لغاية لما لونها كلها يتغير. طبعا في الوقت ده بحط عليها كل التوابل بتاعتنا، واسيبها لغاية لما تنزل المية بتاعتها، وكمان المية تتبخر كده تبقى اتعصجت تمام. واقدر اضيف الطماطم اللي انا عصرتها عشان تديها لون حلو. وبرضو الطماطم هيبقى فيها مية، فلازم افضل مستنية لغاية لما المية بتاعة الطماطم تتبخر هي كمان. وكده يبقى عندنا العصاج جاهز اللي هنحشي بيه الرقاق. وطبعا ممكن نختصر الوقت ونحط معلقتين 3 صلصة لغاية لما لون اللحمة يتغير ويبقى جميل كده بالشكل اللي احنا شايفينه. تاني مرحلة هي ان انا بحضر الشوربة بتاعتي. طبعا انا بيبقى عندي شوربة قبلها، مثلا حطاها في الفريزر، كنت سلقة فيها لحمة او سلقة فيها بط او اي حاجة. فشايلة الشوربة في الفريزر. طب ما عنديش ونفسي في الرقاق، اعمل ايه؟ لتر مية على طول ومكعبين مرقة دجاج، واتعامل معاها معاملة الشوربة. يعني احط بقى بصلاية ادلعها بقى، يعني احط شوية حبهان، فصين حبهان، ورقتين لورا، معلقة سمنة طبعا عشان تبقى كأنها دسمة يعني. واعمل الرقاق عادي من غير شوربة. خلاص، انا عندي هنا الشوربة كانت جاهزة بكل التوابل بتاعتها، بالملح بالفلفل بكله. طلعتها بس من الفريزر وحطيتها على النار لغاية لما غليت. وجهزت الصينية بتاعتي ومسحتها بمعلقة سمنة. وبعد كده هبدأ اجهز الرقاق بتاعنا. احط بقى كده ايه، الرقاق، احط عليه شوربة كأني كده بحمي الرقاق بالشوربة. وزي ما انتوا شايفين بدأت كده اوضب الطبقات بتاعة الرقاق، ولازم تبقى في حتة طالعة لبره من الرقاق بره الصينية، مغطية الجوانب بتاعة الصينية. هاخد الورقة التانية برضو نفس الحكاية، اعملها من الناحيتين، اعمل عليها شوربة كده والفها. وبعد كده برضو ارصها في الصينية واخلي حتة من الرقاقة طالعة لبره. وما بين كل طبقة والتانية لازم ادهن سمنة. الرقاق يا جماعة دسم، فاتوصوا بيه شوية في السمنة. هو طريقته كده زي بالظبط الفطير الفلاحي. ما ينفعش اعمل فطير مشلتت من غير ما اكتر في السمنة او في الزبدة. هو نفس الفكرة بالظبط. تمام كده، انا حطيت على كل الحروف بتاعة الصينية، سواء بقى الصينية مربعة او مدورة اللي هتعمليه عادي جدا. في الحالتين لازم نرص الصينية بنفس الطريقة. وطبعا بنحط طبقة كمان زيادة او طبقتين في القاعدة بتاعة الصينية من تحت.
كده بعدين حطيت بقى اللحمة المتعصجة وفردتها، وبعد كده هبدأ اكمل طبقات الرقاق اللي فوق. وبرضو ما بين كل طبقة والتانية هحط سمنة. الرقاق مش مهم يكون سليم على فكرة، يعني حتى لو الرقاق عندنا اتكسر، لان طبعا بيبقى رقيق جدا ووارد ان هو يبقى مكسر، حتى برضو لو مكسر ينفع ان احنا نرصه. اهم حاجة تكون الصينية كلها متساوية، يعني مفيش حتة عالية وحتة واطية، حتة مثلا حطيت فيها رقاق كتير وحتة لا، فلازم اسويها كلها بحيث يبقى كل الصينية بارتفاع واحد. خلاص كده احنا بنقفل الصينية بتاعتنا، وحتى الاطراف اللي احنا سايبينها على الحروف بنبدأ نلمها، وحتى دي كمان واحنا بنلمها لازم ما بين كل واحدة والتانية نديها مسحة سمنة صغيرة كده. زي ما قلت لكم مش مهم قوي شكل الطبقات قد ما مهم ان كل الطبقات تبقى متساوية في كل الصينية، متبقاش في حتة عالية فيها طبقات كتير وحتة واطية ما فيهاش طبقات قوي. يعني اخر واحدة بس في الورق، يعني لو عندنا واحدة بس سليمة هي دي اللي هنخليها لوش الصينية، دي اللي مش هتبقى متقطعة عشان تدي شكل مرتب للصينية من فوق. بعد كده ببدأ اخرطها اي خرط انا عايزاها سواء صغيرة او كبيرة، بديها كده بقى مغرفتين شوربة، مش بكتر بس عشان خاطر ما تنشفش في الفرن، ومسحة سمنة على وش على اخر ورقة انا حطيتها. تمام كده صينية الرقاق بتاعتنا جاهزة ان هي تخش الفرن. طبعا الفرن انا بكون مسخناه مسبقا، يعني مشغلاه قبلها بشوية صغيرة حوالي 10 دقايق تقريبا يسخن. وبعد كده بدخل الصينية على الرف اللي في النص لمدة 25 دقيقة تقريبا. انا قعدت معايا 25 دقيقة لغاية لما لقيتها احمرت من تحت، وكمان الاجناب بتاعت الصينية احمرت. بعد كده بطفي الفرن خالص وبولع الشواية، بس بنقل الصينية من الرف اللي في النص للرف اللي تحت. والشواية طبعا خلينا جنبها لان هي بسرعة جدا ممكن تحرق الوش، فخلينا جنب الشواية لان مش هتاخد وقت وهتدينا اللون الحلو اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. مش قادرة اقول لكم قد ايه طعمه فعلا روعة وريحته جايبة لاخر الشارع. طبعا صينية رقاق غنية عن التعريف، واكتر حاجة تشرف في العزومات جنب البط هي صينية الرقاق. ورغم ان هي سخنة جدا ولكن انا هحاول بقدر الامكان اوريكم الطبقات بتاعتها. بس طبعا البخار بتاعها لسه طالع، طبعا الورق دايب خالص من السخونة. بتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتحسوا فعلا ان هي قد ايه حلوة. ميرسي جدا ليكم ولمتابعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات جاية كتير. باي باي.